ده هو رود، شاب غلبان ويتيم، فقير وجعان والدنيا ملخبطة معاه، وعلى قد حاله كده يا صاحبي، وبيكون شقيان وطالع عينه، وبيروح يجيب حاجات من الزبالة علشان يبيعها ويقدر يكسب منها فلوس. بس الناس مش بتسيب حد في حاله، هما مش بيكونوا شايفينه غير ان هو مجرد زبالة وابن غير قانوني ووصمة عار، وبيتهموه بقتل اعز شخص عنده، وبينفوه في مكان يدعى الهاوية. لكن ولا حاجة من دي بتأثر على بطلنا، هو بيفضل يواجه المشاكل اللي بتجيله وكمان يزود في قوته، وكل ده عشان يرجع وينتقم من الناس اللي عملوا فيه كده. فقبل ما ابدأ كده يا صديقي، ما تنساش لو الفيديو عجبك تنورني بالاشتراك بتاعك واللايك الجميل، وتبقى من اول الناس المشاركين في الحلم بتاعنا. واهم حاجة تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تخليش الفيديو ده او غيره يليق عن صلواتك الخمس. وعلشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدأ. الانمي بيفتح على مدينة منقسمة نصين، فوق بيكون عالم الاغنياء وبيكون نضيف وانيق عايشين كأنهم فوق البشر، تحت بقى العالم السفلي وبيكون في زبالة ومرض وفقر وناس بيتعاملوا كأنهم ما يسوش اي حاجة. ومن هنا بنقابل البطل بتاعنا رود، شاب من العالم السفلي متبني راجل طيب اسمه ريغتو، وعايشين في وسط القرف اللي بيترمي من فوق. لكن الغريب رود بيحب الزبالة، انا مش بهزر، بيحبها بجد. كل حاجة الناس بترميها بيشوف فيها قيمة، كل حاجة مكسورة ممكن تتصلح. رود مش مجرد شاب طيب، هو فنان في تصليح الحاجات، بيشوف الجمال في الخراب. كل يوم بينزل يدور وسط الزبالة اللي جاية من فوق ويجمع منها قطع ويعمل منها حاجات جميلة جدا. بس المجتمع مش بيشوف كده، الكل شايفه مجرد كائن منبوذ، ابن غير قانوني ووصمة عار. وفي يوم بيكون بيدور في الزبالة، لكن بيشوفه شخص وبيرفع عليه السلاح وبيقول له انت مخرب الكمامة، وبيقول له ان هو مش هيخليه يهرب النهاردة. وفي الوقت ده باقي الاشخاص بتيجي عشان يقبضوا عليه، لكن هو بيحدف عليهم الزبالة وبيهرب. لكن هما بيخرجوا وراه بيطلقوا عليه النار، لكن هو بيتفاداها بكل رشاقة، وبيكونوا مصدومين وبيقولوا ان هو سريع جدا، وبيكمل جري لحد لما بيعرف يهرب منهم، وبيفضلوا يدوروا عليه في المكان. وبنشوف بطلنا روب بقى وهو بيقول لهم ايها الحمقى، انا لست مخرب النفايات. وبنروح في الوقت ده عند عالم الاغنياء، وبيقولوا ان مخرب النفايات ظهر مرة تانية، وبيكونوا مستغربين هو بياخد القمامة دي ليه. وفي الوقت ده بيلاحظوا شخص وبيقول ان هو ده اكيد منهم، وبيقعدوا يتريقوا عليه. وبنروح في الوقت ده عند رود، وبتجيله في الوقت ده بنت وبتقول له انت ليه رحت تجمع القمامة مرة تانية، وبيكون اسمها تشيو، وبتقول له ان هو ممكن يتقبض عليه، وبتقول له ان هو ما يضحيش بنفسه عشان الزبالة. فبيقول لها ان هو زعلان عشان هما بيرموا حاجات هما مش لاقيينها اصلا، وبرضه كده عشان يكسب شوية فلوس. وبيجي في الوقت ده اشخاص من الاغنياء وبيفضلوا ان هما يتريقوا على رود، وبيقولوا ان هو مقرف وريحته وحشة، وبيقولوا عادي هو كده كده ابن قاتل، وبيقولوا ان الاحياء دي كانت منفى للمجرمين، وبيقولوا له ان ابوه وامه قتلوا ناس كتير وعشان كده انت هتبقى زيهم. فبيتعصب في الوقت ده جدا رود، لكن في الوقت ده تشو بتتعصب وتخليهم يمشوا، وبعدها بتروح تشور رود وهو بيكون قاعد زعلان جدا، وهي بتقول ان هو مش زي والداه، وبتقول له ان هي بتؤمن بيه، وبيتكسف منها جدا رود وما بيبقاش عارف يتكلم. فبتشوف في الوقت ده دبدوب معاه وبتقول له ان هو ظريف جدا، فبيقول لها ان هي تاخده. لكن في الوقت ده بتيجي امها وبتاخدها وبتمشي، وبعدها بيرجع رود للبيت وبيقابل ابوه بالتبني رغته، وبيقول له رغته ان هو سمع كل حاجه هو قالها لتشو، وبيقول له ان هو المفروض كان يعترف لها بحبه، وبيقول له المهم بقى انا سمعت ان انت بتجمع النفايات تاني، وبيقول له ان هو ما يعملش كده تاني ويسيب الامر ده ليه. وبيكون روب بيعمل كل ده عشان يساعد رغته، وبيكون روب بيحب رغته جدا وبيشكر رغته على كل حاجه عملها معاه. فرغته بيقول ان هو كان المفروض يبقى بالصراحه دي مع تشو، وبيقول ان هو ياخد الدبدوب ويعترف لها بحبه لانه لو ما عملش كده ممكن تضيع منه في اي وقت. وبيقول له رغته ان هو يجي عشان يستبدله الضمادات اللي في جسمه، وبيخلع روت القفاز وبنلاقي ايده كلها مليانه بالضمادات وكل الحاجات اللي في جسمه دي بسبب ابوه. وبيجي تاني يوم وبيدوروه على تشو، وبيروح عند مكان كده بيسموه مكب النفايات، وكل النفايات بتترمي في المكان ده، وحتى اللي بيعملوا جرائم هم كمان بينتهي بيهم الامر
هنا، وبيقول ان عيلته اترمت هناك هما كمان، وبيتسأل هو ايه اللي بيحصل لهم في المكان ده. لكن في الوقت ده بتجيله تشو وبتسأله هو بيعمل ايه في المكان ده، وبتقول له ان هي مش عايزاه يقع في الهوية زي المجرمين، وبتقول له ان هو ما يرجعش يجمع الكمامة تاني علشان ممكن يرمونه في الهوية. فبيقول لها ان السيد رغتو قال له كده برضه، فبتقول له ان السيد رغتو بيحبه هو كمان، فبيستغرب ان هي بتقول له هو كمان، وبيعرف كده ان هي بتحبه، فبيقوم مديها الهدية، فبتقول له ان هي مبسوطة جدا. لكن ابننا المحترم بياخد بعضه وبيجري وبيرجع عشان يقول لرغتو اللي حصل معاه. رغتو بيروح على البيت لكن بيلاقي اقرب حد ليه مقتول، وبيفضل ان هو يصرخ ويعيط على رغتو. لكن رغتو هو بيلقط انفاسه الاخيرة بيفضل يقول له اهرب اهرب، وروب بيسأله هو مين اللي عمل فيه كده، لكن ده بيكون عمال يقول له اهرب اهرب، هذا العالم قذر عليك تغييره يا رود. وبيكون رود مستغرب من اللي هو بيقوله. لكن الشرطة بتيجي في الوقت ده وبتقوله بكل بساطة ان هو اللي قتل رغته، وانك اتمسكت متلبس، مفيش اداة، مفيش شهود، مفيش حتى استجواب حقيقي، بس هو من تحت يبقى هو القاتل. رود بيبدأ يصرخ انا ما عملتش حاجة، انا ما قتلتهوش، لكن محدش بيسمع ولا حد عايز يسمع. لكن القرار اتاخذ، ارموه في الهاوية. في العالم ده مفيش سجن ولا في اي حاجة، ومفيش اعدام حتى، في حفرة سودا اسمها الهوية بيرموا الاشخاص فيها، وبيربطوا رود قدام الناس كلها، وبيفضلوا يرموا عليه الكلام، وبيقولوا له ان هو خلاص حكم عليه بالموت. وبيكون رود مستغرب لحد دلوقتي من اللي هما بيقولوه، وما بيكونش مصدق اللي بيحصل معاه، وبيفضل يصرخ ويقول مش انا مش انا، وبيقعد يتحايل عليهم عشان حد يسمعه، لكن مفيش حد بيسمع له. بيشوف في الوقت ده تشو بيقول لها تشو رغته مات، ارجوك اعرفي مين اللي قتله. لكن هي بتقول له انا وثقت فيك، وفي النهاية انت طلعت زي ابوك قاتل. والناس كلها بتفضل تقول ارموا النجاسة الى الهاوية، ارموا النجاسة الى الهاوية. لكن رود بيرد عليهم ويقول لهم انتم الانجاس، وبيقول لهم لديكم اعين ومع ده مش شايفين القذارة اللي فيكم، مش عايزين تصدقوا الحقيقة. وبيشوف الشخص اللي قبل كده خبط فيه، وبيبدأ ان هو يفقد السيطرة، وبيقول لهم ان هو هيموتهم كلهم. لكن في الوقت ده بيقطع الحبل اللي كان ماسكه وبيقع في الهاوية، بيفتح عينه بيلاقي نفسه وسط زبالة، وبيكون الريحة وحشة جدا. وبيكون في الوقت ده عمال بيفكر في اللي حصل له، لكن في اللحظة دي بيظهر وحش مكون من النفايات، وبيكون مستغرب من الوحوش دي، وبيقول المفروض ان هو يكون في زبالة وبشر بس. لكن هو بيفك من الكلام ده وبيبدأ يهرب، وبيكمل جري وهو عمال يفكر في الحاجات اللي بتجري وراه. لكن مرة واحدة واحد منهم بيهجم عليه، لكن هو بيقدر ان هو يتفادى الضربة، وبيشوف على الارض جثث للبشر، لكن هو بيقع من فوق كومة الزبالة، وبيكون خلاص هيموت بسبب الهواء اللي موجود في المكان. وبيبدأ ان هو يكح دم ويفقد الامل في النجاة من المكان ده. لكن بيفتكر رغته لما مات، هل انا عاجز عن القيام بشيء مجددا؟ وبيقول لا يمكن، ايا كان من قتل رغته، ايا كان من حاول توريطي، ايا كان من استحقرني، سأنتقم واضربهم لحد الموت. وبيمسك حديدة من على الارض وبيقول بسبب كده انا مش هينفع اموت. وبيكون في شخص في الوقت ده بيراقبه، وبيبدأ يهجم على الوحوش دي ومش بيرحم اي حد فيهم، وبيخلص على الاول وبيخش على التاني وبيخلص عليه هو كمان، وبيقدر ان هو يخلص عليهم كلهم بس بعد معاناة شوية. لكن في الوقت ده هو بيتعب ومبيكونش قادر يتحرك، وبيكون في كمامة تقع عليه. لكن بيجي الشخص اللي كان بيراقبه وبيحميه وبيمسكه من هدومه وبيضربه وبيخليه يجيب دم من بقه، وبعدها بيحط له قناع على وشه علشان يحميه من الهواء السام اللي موجود في المكان. وبيبدأ رود يسأله لو هو كان بشري، ويسأله كمان عن الوحوش اللي كانت بتقتله، لكن هو بيقول اسكت شوية. لكن رود بيكرر كلامه مرة تانية، والشخص بيقول اسكت للمرة التانية. لكن رود بيسأله للمرة التالتة، والشخص ده بيقول له اسكت يا غبي هتودينا في داهية. وفجأة الوحوش اللي كانت بتحاربه بتقوم تاني، فبيقول رود هو مش انا لسه مخلص عليهم؟ فالشخص اللي معاه بيقول له ان هو الغلطان وان كل ده بسبب صوته العالي، وبيقول له خلاص انا اللي هخلص لك عليهم. وبيمسك المظلة بتاعته وبيطلع منها هالة قوية جدا، وبيبدأ يهجم عليهم وبيخلص عليهم واحد واحد، وبيكون عمال يفرتك فيهم وبيكون سريع جدا، لكن هما بيكونوا كتار، فبيجري وبيطلع على راس وحش منهم وبيقوم طاير لفوق، وبيستخدم مهارة قوية جدا وبيفرتكهم حرفيا. وبيكون رود مستغرب من اللي هو عمله، وبيكون مستغرب هو ازاي خلص على كل دول، وبيقول ده باين عنده قوة خارقة، وهو لو عرف يتعلم منه هيرجع حقه. ورود بيسأله هو بيكون مين، فبيخلع القناع وبيقول له انا اسمي انجين وانا مجرد عامل نظافة.
لكنه بيندم ان هو خلع القناع علشان الهوا بيكون ملوث، وبيقول لرودي ان هو السبب في اللي حصل، ولكن مش بيلحق يكمل كلامه عشان رودي بيكون اغمى عليه. وبيغوص رودو في ذكرياته وبيفتكر مرة لما رجع البيت وهو مضروب، وبيقول لرغته ان الاطفال ضربوه لما قال لهم ان الاشياء عندها حياة تستحق الاهتمام، ورغته بيستفسر منه لو هو كان ضربهم. فرود بيقول ان هو ما ضربهمش ولا جه جنبهم، علشان انت قلتلي لو اهتمينا باي حاجة بنستخدمها فهتدب فيها الروح ويكون عندها حياة. ورغته بيمسح وشه بيقوله صحيح دي اسطورة قديمة، ولكن هو بيؤمن بيها، وكل الاشياء اللي بيستخدمها بتأدي غرض ما، وده دليل على انها حية. وبيقعد رودي يسأله على كل الحاجات اللي عندهم، وبيشاور على كل حاجة وبيقوله حتى دي. فبيرد عليه رغته وبيقوله ليه لأ، كل شيء ممكن في الحياة هنا. وفي اللحظة دي بيفتح رود عينه وبيلاقي نفسه متكتف، وانجين بيسحبه وراه، فبيزعله وبيقوله يا عم انت بتعمل ايه فكني. فبيرد عليه انجين وبيقوله دي مش طريقة اتكلم بيها الشخص اللي انقذك. فرودو بيعترض لان اللي بينقذ حد مش بيسحبه وراه كده، وبيطلب منه ان هو يفكه عشان هو لازم يرجع دلوقتي حالا. وقتها انجين بيبدأ يشاورله على السما، وبيشاورله وبيقوله شايف السما مستحيل انك توصل لها، وما فيش اي طريق توصل بيه لهناك، ده غير ان الكرة اللي فوق دي بتتحرك بشكل مستمر. وبيرد عليه رود بغضب وبيقوله فكني وملكش دعوة انا هتصرف. وبما ان انجين قال له الموضوع مستحيل فهو كده اكيد يعرف حاجة ومخبيها، ولازم ان هو يعرف هو يرجع هناك ازاي. وبيطلب منه يعرفه ازاي يرجع للمدينة، وبيحكي له كل حاجة عن المكان ده والوحوش اللي فيه والقوة اللي استخدمها علشان يستخدم كل المعلومات دي ويرجع للمدينة ويقتل الحسالة اللي لفقوله التهمة وينتقم من كل السكان اللي فوق. وبيهدده ان هو هيزعق بصوت عالي لو معرفوش اللي هو عاوزه. في اللحظة دي انجين بيقوله طالما انت متحمس كده فاستعد بقى عشان تتعلم. انجين بيسحب رودو وراه وبيرميه كده عند محطة بنزين وبيختفي من المكان. وبيتفاجئ رودو من اللي حصل، ولكن قبل ما بيعمل اي حاجة بيلاقي ناس قدامه، والناس دي بتصدم اول ما بيشوفوا رود وبيكونوا مستغربين من الهدوم اللي هو لابسها، وبيعرفوا ان هو من سكان السماء لان الهدوم اللي هو لابسها دي بتاع سكان السماء بس. وبيقربوا منه بحذر وبيقولوا له انت من سكان السماء، فبيجاوبهم وبيقول لهم ان هو اترمى من فوق. واول ما بيسمعوا الكلام ده بيرموا الاقنعة بتاعتهم وبيكونوا فرحانين جدا، وبيقولوا له ان هم اول مرة يشوفوا واحد من سكان السماء في حياتهم، وبيطلبوا منه ان هو يسامحهم علشان اول مرة حد يترمي من فوق ويفضل عايش. وبيقولوا له تعالى عشان نفكك. وروب بيقول ان هم بيعاملوه بطريقة احسن من اللي انجين ده بيعملها له. وبعد شوية بيلاقي نفسه متكتف ومحبوس في صندوق، والناس بتقول مش عايزين الكنز اللي احنا لقيناه يضيع مننا. وبيكمل كلامه وبيقول ان اجسام الاشخاص اللي جايين من السماء بتتباع هنا بمبالغ غالية، وعمرهم ما كانوا يتخيلوا ان هم هيلاقوا واحد عايش. وبيقول له انت عارف ليه في طلب جامد على سكان السطح؟ وبيكمل الشخص ده كلامه بكل حقد لانهم بيكرهوا الاشخاص اللي موجودين فوق علشان هم بيرموا عليهم الزبالة دايما من غير اي اعتبار ولا اي تفكير فينا، وخلوا الجو متلوث وبقى كمان مسموم، بالاضافة كمان للوحوش اللي ظهرت وبتهاجم اي حد بيقرب منهم. واحنا بقى كنا مستنيين اي فرصة عشان ننتقم منكم. تفتكر بقى هيعملوا فيك ايه؟ هيعذبوك ولا يقطعوك حتت صغيرة يا معلم؟ وبعدها بيحشر الاكل في بق رود علشان مش عايز يموت قبل ما يبيعوه، وبيكون عمال بيضحك بجنون وبيقول لاصحابه بص لسانه حساس ازاي لدرجة ان هو مش قادر ياكل الاكل بتاعنا. فبيرد عليه شخص منهم وبيقول له ان ده لازم عشان كل حاجة موجودة هنا عبارة عن قمامة. لكن فجأة ضحكاته بتتحول لصراخ وبيكون عمال يتألم على الارض عشان رودو اكل صوابعه، وبيقول ان هو ممكن ياكل الاكل ده بكل سهولة. وبيكمل كلامه وبيقول سواء هنا او فوق مفيش اي اختلاف، فمفيش اختلاف كبير جدا يعني، لان كل اللي قابلهم بيقسموا الناس على حسب هواهم، الاغنياء والفقراء، سكان السماء وسكان الارض. وفجأة بتظهر طاقة قوية جدا من رود، وبيكون في الوقت ده متعصب جدا وبيطلع نار وبيكسر السلاسل المكتفاه، وبيقول لهم ان هو زهق من معاملة الناس ليه باحتكار وكأنه ما يسويش اي حاجة. وعلى جانب اخر بنشوف انجين قاعد ومراقب كل حاجة، وبنرجع عند رود وهو بيفتكر كلام لغته ان هو لو عامل الاشياء بعناية هتدب فيها الروح. وبيمسك السلسلة اللي قدامه واول ما بيمسكها شكلها بيتغير، وبيكون كل اللي
موجودين في المكان مصدومين منه، علشان عمرهم ما توقعوا ان في حد من سكان السماء هيبقى عنده القدرة دي. وقتها بيقول انجين ان رودو من الاشخاص اللي بيدبوا الروح في الاشياء، يعني هو بيكون من المانحين، وبيكون الاشخاص اللي قدام رودو برضه وصلوا لنفس الاستنتاج وبيهجموا عليه بسرعة، لان المانحين بيشكلوا تهديد بسبب الاسلحة اللي معاهم. وبينجح واحد منهم ان هو يطير السلسلة من ايد رود، وبيفرحوا علشان كده هيقدروا يهزموه. لكن رودو بيستخدم كاوتش عربية وبيفعل قوته عليه، وبتظهر الصدمة على وشوش الجميع، لان كده رود بيستخدم اكتر من سلاح وبيخلص عليهم. رودو بيقرب من الشخص الاخير وبيكون واقع على الارض وماسك ايده وعمال بيتألم، وبيستعد رودو بقى عشان يخلص عليه، وباين عليه كده اتجنن يا جدعان. لكن مرة واحدة بيظهر انجين وبيمسك ايده وبيقول له خلاص هدي نفسك وكفاية على كده. وقتها رودو بيرجع لوعيه والحاجات اللي حواليه بتقع على الارض، والكاوتش اللي في ايده بيتحول لرماد. وبيقول له انجين باستغراب هو ايه اللي حصل، فبيقول له رودو ان هو لما افتكر كلام رغته حس بطاقة غريبة من القفازات بتاعته، وبيمسح رودي الدم اللي نازل من مناخيره، وبيكون تعبان جدا وبيقطع تفكيره صوت انجين، وبيقول له ان هو طبيعي بعد استخدام القوة لاول مرة، وبيعتذر وبيقول له ان هو كان لازم في الاول يتأكد من قدراته، وبيقول له ان هو يعرفه كل المعلومات اللي هو عاوزها، بس لازم في الاول ان هو ينضم للمنظفين. وبتظهر الصدمة على وش رود وهو بيقول له انا ينفع ارفض عرضك. وبعدها بنشوف انجين بتواصل مع شخص ما عن طريق الصورة اللي في ايديه، والشخص ده بيقول له انت مش من عاداتك انك تكلمني، ها عايز ايه؟ انجين بيقول له ان هو لا طفل عبقري صدفة كده في المنطقة المحظورة عنده قوة اسطورية وعاوزك يعني تدربه. وبعدها بنشوف رود نايم على سرير وفي دكتور بيضم جراحه وبيعالجه، وبيبص لانجين وبيفكر ان هو لسه موفيش ينضم للمنظفين، فبيرد عليه انجين وبيقول له ان هو ما عندوش اي خيارات تاني. رود بيرد عليه بكل انزعاج وبيقول له انا مش عايز اي حاجه غير ان انا ارجع للسطح. ومن غير اي مقدمات بنلاقي الدكتور بيزعق لرود وبيقول له انت محظوظ اللي انت لسه عايش يا راجل يا مغفل، انا مش عارف ايه الغباء اللي يخليك تلف في المنطقه المحظوره، كان زمانك ميت من الهوا المسموم اساسا، وكمان اتخطفت بعدها يخرب بيت نحسك يا اخي، المفروض تبوس ايدك وش وضهر عشان عمك انجين انقذك. انجين بيبص لرود بكل تعالي وبيقول له لا شكر على واجب يا معلم. وقتها رود بيقاطع الدكتور وبيقول له خليك في حالك يا معلم. الدكتور بيزعق بصوت عالي وبيقول له ان هو واحده مش واحد، وبعدها بيخرجوا من العياده وروب بيشكر انجين عشان دفع له فلوس العلاج، وبيفكر ان هو عايز طريقه عشان يرجع بيها للسطح ومفيش داعي ان هو ينضم للمنظفين. بيرد عليه انجين وبيقول له انت شفت بعينيك طريقه تعامل الناس مع سكان السطح ويقدر يسأل الناس عن طريق للرجوع، لكن عاجلا ام اجلا الناس هتعرف حقيقته وساعتها مصيره هيكون محتوم بالموت للاسف. وبالاضافه ان العالم مش لطيف كفايه عشان تاخد المعلومات اللي انت عايزها ببلاش، وبيقول له اخرس بقى وامشي ورايا وانت ساكت. وبعدها بنشوفهم في مطعم ورودو بيكون عمال بياكل الاكل بكل شراهه، وبيقول في سره ان هو كان مفكر الهويه مقلب زباله كبير، ولكنه اتفاجئ بوجود مباني وناس عايشه حياتها لحد ما. وفي الوقت ده انجين بيكلمه وبيساله عن اسمه، فبيجاوبه وبيقول له ان هو اسمه رود، فبيقول له اسمك حلو، وبيقول له اسمح لي بقى ان انا هعرفك دلوقتي على كل حاجه موجوده في المنطقه. بص بقى يا معلم، بالاضافه بقى للزباله اللي بتتجمع هنا بكل سهوله، ففي افكار هي كمان بتتجمع، والافكار والمشاعر دي بتتحول لطاقه وبتسبب في ظواهر غريبه، وواحده منهم هي الوحوش الضاره اللي انت قابلتها. وزي ما انت عارف هما بيهاجموا اي بشر بيقرب منهم، وعاده الوحوش دي بتكون في المنطقه المحظوره والاماكن اللي فيها زباله، لكن ده ما يمنعش ان هما ممكن يوصلوا للمدينه. رودو بيقول له طالما هو كده فلازم يزودوا تحصينات المدينه، فانجين بيقول له ان البشر بطبيعتهم مش بيحبوا يكونوا محبوسين، وبيشرح له وبيقول انا زي ما عرفتك قبل كده فالاسلحه العاديه ما بتاثرش على الوحوش دي لان جوهرهم عباره عن فكره، لكن بالقفازات اللي معاه فهو يقضي عليهم حرفيا. فبيستغرب رود من كلام انجين علشان هو مش بيكون عارف ايه المميز في القفازات بتاعته يعني. بيكمل كلامه انجين وبيقول ان اي شخص لو استخدم اي اداة ما لفترة طويلة فالاداة دي بقى يا معلم هتسكن فيها فكرة، والادوات دي بيكون اسمها جينكي، والأسلحة دي بس هي اللي هتقدر تهزم الوحوش علشان هي عبارة عن فكرة والفكرة لا تموت. لكن المشكلة ان مفيش ناس كتير بيقدروا يستخدموا المهارة دي، وان هما بيكونوا عدد قليل وبيكون اسمهم المانحون. فباختصار كبير المنظفين دول عبارة عن منظمة مختصة في الامان وقتل الوحوش دي، وعلشان كده هما محتاجين المانحين اللي زيك. روب بيقوله تمام، بس انا لو انضميت ليكم انت هتعرفني ازاي اوصل للسطح. بيرد عليه انجين بلا مبالاة وبيقوله ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الوصول
طول للسطح، وبتظهر الصدمة على وش رود. امال انت بقى كنت بتتكلم بالثقة دي ازاي؟ بيرد عليه ان هو صحيح ما يعرفش لكن الرئيس بتاعه يعرف. رود بيقول له يعني انا لازم اقابل الرئيس علشان اعرف منه كل حاجة، ده ايه الشغلانة دي يا عم؟ وقتها هانجين بيسأله بيقول له هو مين اللي اداك القفازات دي؟ بيسكت رودو كده قبل ما يجاوبه، بيكون حزين جدا وبيقول له ان هو اخدها من ابوه، ده اخر تذكار ليه من ابوه. فبيقول له انجين ان هي من بعيد يبين عليها ان هي قديمة ومتهالكة، وبيطلب منه ان هو يحافظ عليها عشان هي قفازات جيدة. في الوقت ده روب بيفتكر سخرية الناس من كلامه وبيحس بالحزن. وفي الوقت ده بيقوم انجين لما تليفونه بيرن. رودو بيقول له انا عارف ان كلامي متأخر لكن انا بشكرك على كل اللي انت عملته معايا. وبيقول له ان هو ممكن ينضم مع المنظفين بس بشكل مؤقت لو هعرفه ازاي يطلع للسطح. انجين بيديله كده كيس فيه فلوس وبيقول له خلي الفلوس دي معاك. وبيتأثر رود من كرم انجين وبيقول له انت متأكد من اللي انت بتعمله ده؟ بيجاوب انجين وبيقول له ان هو متأكد، وكده كده الفلوس دي بتاعتك، يعني انا بعت الهدوم بتاعتك القديمة. ورودو بيتصدم وبيفضل واقف كده شوية، واول ما بيستوعب الكلام بيتفجر في انجين وبيقول له ده انا لو مسكتك هفرتكك يا ابن الحيوان. بيرد على انجين بكل هدوء ان هو ما ينفعش يلبس هدوم بتاعت السطح والا كل الناس اللي موجودين هنا هيعرفوا حقيقته، وبيطلب منه ان هو يقف مكانه لحد ما يرجع له. وبيقعد رود وهو متضايق بعد ما خرج من جحيم العقل، وان هو يسيب المنظفين اول ما يوصل لهدفه. ايوه يا جدعان مفيش نعيم في حياة الواد رودو ده ابدا. في الوقت ده كان في قطة بتراقب رودو وبتنزل تاخد الفلوس وبتجري، ورودو بيطلع يجري وراه وعمال بيقول فلوس يا بنت الحرامية. ووسم هو بيجري بيلمع عصاية وبيخطفها من ايد صاحبها وبيجري ورا القطة وبيقفش بيها القطة وهو بينهج من كتر الجري، ولكنه بيلاقي صاحب العصاية جاي من وراه وبيكون على وشك الانفجار من الغضب وبيقول له هات العصاية بتاعتي يا ابن التي. رود بيرد عليه باستغراب وبيقول له حاجة ايه دي؟ فلوسي يا عم. بيجاوب وبيقول له فلوسي ايه؟ انا عايز العصاية بتاعتي. رود بيرد عليه وبيقول له يعني ده حتة عصاية يعني؟ هنا صاحب العصاية بيخطفها من ايد رود وبيروح يحضنها، وبيستغرب رود من تصرفاته وبيلاحظ ان هدومه عليها نفس الشعار اللي على هدوم انجين، وبيقطع صوت افكاره صاحب العصاية وبيقول له ما تتخيلش انك بعد ما خطفت العصاية بتاعتي هتعدي كده عادي. وبيحاول العصاية بتاعته لوضع القتال وبيقول له انا لازم كده ادبك علشان باين كده انت ما اتعلمتش الرباية في بيتكو. ومن غير اي مقدمات بيهجم عليه وبينزل عليه العصاية وبتعدي من جنب وشه وبترج المكان من قوة الضربة. وبيقول له طالما انت خطفت العصاية بتاعتي فاكيد انت كده مستعد للجزاء بتاعك يا استاذ رودو. رودو بيفوق من صدمته وبيقول انا كنت عارف انك منظف. فبيرد عليه صاحب العصاية وبيعرفه ان هو اسمه زانكا، وانجين طلب منه ان هو يعلمه، بس هو ما كانش متخيل ان هو يعلمه اساسيات الاخلاق وان السرقة حرام وغلط. فبيرد عليه رودو وبيقول له ان هو كلامه غلط وان هو بس كان بيحاول يقفش القطة اللي خطفت منه الفلوس بتاعته. بيتجاهل كلام رودو وبيقول له من الواضح كده ان اهلك نسيوا يربوك، وبيسيطر على رودو الغضب ويقول له ان هو ما يعرفش اي حاجة عن ابوه وماضيه. وفي الوقت ده بيفتكر كلام رغته ليه ان هو لو عايز يوصل لاي حد معلومة فلازم يهدى ويوضح لهم كلامه بهدوء من غير اي غضب او انفعال عشان كده الناس هتكرهه. فبيهدي نفسه وبيقول لزانكا ان هو ما كانش قصده يسرق العصاية. زانكا بيهدى هو كمان وهو بيعتذر وبيقول له ان هو انفعل عشان بيحب عصايته جدا. وبتظهر الصدمة على وش رود اللي ما كانش متخيل ان حاجة بسيطة زي دي هيكون لها تأثير جامد كده على صاحبها. وبيكمل زانكا كلامه وهو مبتسم وبيقول رود هو ايه الجينكي بتاعك؟ فبيجاوبوا ان الجينكي بتاعه هي القفازات بتاعته لكن هو ما يعرفش ايه قدراتها بالظبط. وزانكا في الوقت ده بيكون معجب قوي بالقفازات بتاعته. رود بيقول ده اسلوبه اتغير 180 درجة علشان يبتسم. طب ما انا اجرب انا كمان كده. وان هو كل اللي يعرفه عن الابتسامة محاولات فاشلة ونصائح رغته ليه. وفي الوقت ده بيكون بيحكي زانكا رودو اللي سرحان ان كل المنظفين بيسخروا منه عشان الجينكي بتاعه مجرد عصاية، وبيسألوا هو ايه سبب انضمامه للمنظفين. وبيجاوبوا رود بابتسامة أقل ما يقال عنها خارجة من فيلم رعب يا جدعان إن هو قرر ينضم لهم لحد لما يحقق هدفه. في الوقت ده زانكا بينفجر من الغضب وبيقول له هو إيه اللي أنت عامله في وشك ده يا حيوان؟ أنت بتتريق عليا ولا إيه؟ فبيرد عليه رود بكل براءة إن هو ما يعرفش هو بيتكلم عن إيه علشان هو بيكون بذل كل جهده عشان يبتسم.
فبيرد عليه زنكا ان هو مش عارف هو بيتكلم عن ايه، بس اعدل وشك عشان ما اجيش اعدلك. فرودو بيفتكر ان كل ده بسبب ان هو بيبين اسنانه وهو بيبتسم، فبيحاول يبتسم وهو قافل بقه، لكن ده بيزود التيمبال يا جدعان. وزنكا بيتاكد ان هو بيستهزأ بيه وبيقول له ده مفيش اي حد طبيعي بيبتسم كده. بيقطع رودو بيقول له ان هو عمال يحاول يبتسم بقاله ساعه لكن هو مش عارف يعمل كده. فزنكا بيقول له فوق ياض، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ كل ده عشان انجي مفكرك عبقري هتيجي تزيط علينا احنا ولا ايه؟ انت حته عيل ملكش اي 60 لازمه، وتلاقي هدفك مجرد هدف تافه زيك، علشان اول ما تحققه هتسيب المنظمه. وهنا رودو بقى بيتحول بيقول له بقى انت مين عشان تنقص من حلمي؟ ده انا بقى مش هخلي فيك حته سليمه. وما بيلحقش رودو يخلص كلامه لان زنكا بيسحب سلاحه وبيقول انا من قبل ما اقابلك كنت حاسس كده ان مفيش عمار هيبقى بينا. صاحبنا رودو بقى بيسحب اي حاجه بتيجي في ايده وبتكون زباله، وبيطلب من زنكا ان هو يستعد. زنكا بيكون واقف مصدوم كده وبيقول له القفازات بتاعتك مش هي دي الجينكي بتاعك ولا ايه؟ لا بقى استنى كده، اوعى تقولي ان الجينكي بتاعك ان هو اي حاجه تلمسها تحولها لجينكي. بيرفع ايده وبيقول له ده انت كده مهكر اللعبه حرفيا، بس مجرد شخص عبقري زيك مش هيقدر يواجه واحد زيي. وبعد بقى لما زنكا بيخلص كلامه سلاحه بينزل من السما وبيكون خلاص هيسيب رود، لكن بقى لحسن الحظ هو بيتفادى في اخر لحظه، وبيفضل متجمد في مكانه اللحظه وبيسأل نفسه هو زنكا حدف سلاحه امتى. وبيقطع تفكيره هجوم زنكا اللي مش بيسمع عليه وبيديله في وشه وبيطيره. وقبل ما روب بيلمس الارض بيلاقي زنكا نازل عليه بوابل من الضربات، وزنكا بيقوله انت باين عليك كده استيعابك بطيء والحاجه مميزه فيك بس هي الجنج بتاعك. وفي اللحظه دي روب بقى بيفيض بالكيلو وبيهجم على زنكا، لكن زنكا بيتفادى الضربه بكل سهوله وبينزل عليه بضربه اسطوريه بترزعه في الارض. وبيقول له ملوش لازمه شخص يكون عنده قدرات زيك لكن ما عندوش عقل. لكنه في الوقت ده بيلاحظ بقعة على خده وبيمسحها وبيشمها وبيعرف ان سلاح رودو لسه خارج من المجاري طازه. بيقول له بكل قرف وخوف اللي انت ماسكه ده ياض. رودو بيروح يهجم عليه بعد ما جاب اخره وبيقول له العب غيرها يا شاطر، ده انا مش هخلي حته في وشك سليمه. وقتها زنكا بيتفادى كل ضربات رود بكل خوف وبيقول له ابعد عني ياض. وطبعا رود بقى مش عارف هو ايه اللي ماسكه سبب خوف زنكا منه، لكن ده ما يهمش طالما السلاح شغال وزنكا خايف منه. وبيقعد يجري ورا زنكا اللي بيكون عمال بيجري قدامه. ومع كل هجمه من هجمات رود هدوم زنكا بتتلوث اكتر واكتر، ووسط مطاردة توم وجيري اللي هم عاملينها دي بيوصل في الوقت ده انجن بالعربيه بتاعته وبيقول لهم ايه ده انتوا اتصاحبتوا على بعض بالسرعه دي. وبعد شويه بيركبوا مع انجن العربيه وبيشرحوا له اللي حصل معاهم، وهو بيكون ميت على نفسه من الضحك وبيقول انا اول مره اسمع عن القتال العبيط ده. وفي الوقت ده زنكا بيكون حاطط ايده على وشه ومش قادر يرفعها علشان هو اتعرض لإهانة ما بعدها إهانة. وجنبه رود هو كمان بيكون قاعد مصدوم مش مصدق ان هو كان بيستعمل شفاط الحمام كسلاح. وبيقول انجين ان يعتبر زنكا من الناس المحترمين اللي هنا، بس ما بيقدرش يمسك نفسه وهو بيقول بس اسلوب القتال الجديد ده مبتكر صح يا رود. زنكا بيطلب منه ان هو يبطل كلام في الموضوع ده، وبيبص انجين لرود وبيقول له مقابلتكم الاولى كانت غريبة بس ده الشخص اللي هيكون معلمك، وانا اضمن لك ان هو افضل شخص في المنظفين بيستخدم الجينكي، واكيد انت هتتعلم منه كتير. وبيتأثر زنكا من كلام انجين لان دي اول مرة حد يمدحه فيها، والظاهر كده انجين ليه وضعه معاهم هنا. وبيوجه انجين كلامه للشخص اللي بيكون قاعد ورا انت جيتي هنا امتى يا ريو؟ بتقوم ريو من مكانها وبتبص لرودو بكل فضول وبتقول له بقى انت بقى رودو. بيتجمد رود من الصدمة وقبل ما يرد عليها بيلاقي ريو نط عليه وماسكه شعره وبتقول له ايه ده ايه ده ايه ده انت صبغت شعرك ولا ايه؟ فبيرد عليها رودو وهو عمال يتهته لا هو كده، وبيفرح وما بيكونش مصدق ان في بنت بتلعب في شعره حاليا. وبيقاطعهم في الوقت ده انجين وبيقول لهم بطلوا لعب بقى عشان احنا دلوقتي هنروح عند مقر المنظفين. في الحلقة اللي فاتت شفنا معركة رود وزنكا لما فجأة جين بيخش عليهم بالعربية، وبعدها بيروحوا على مقر عاملي النظافة وبيوصلوا على هناك فعلا وبيبدأوا يدخلوا جوه المكان. جين بيقول لرود اهلا بيك في مقر عاملي النظافة، والمكان كان باين عليه ان هو جامد يا صديقي. العيال بيدخلوا جوه فعلا وبنشوف وقتها البنت دي ري بتقول لرود اشوفك قريب انا بقى سلام. الواد بيقول لها تمام، وفي الوقت ده جين بينادي عليه بيقول له بقى هي دي موظفة اللي
الاستقبال تاميو. طبعا قبل ما تخش هنا لازم تلقى عليك نظرة الاول. البنت بترفع ايدها في وش رود والواد مش فاهم اي حاجة. البنت بتقول له مرحبا بيك يا ايها الوافد الجديد، عرفنا عنك بقى، اسمك وجيت منين وكل الكلام ده. بس الاهم من كل الحاجات دي هي قدرتك الخاصة. وبنعرف ان الجينكي بتاع تاميو هي النضارات بتاعتها، فبصرها بقى بيكون الضعف، ولو فعلت قدرتها ممكن تشوف اعضاء الانسان الداخلية. روب بيقول انا معرفش ان الجينكي ممكن نستخدمه بالطريقة دي. البنت بقى بتبدأ تفعل قدرتها على رود، لكن فجأة بيظهر قدامها ظلام، مش فاهمة اي حاجة هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. والبنت بتكون مصدومة، وبعدها بتقول قدراته البدنية مرتفعة، يعني مش لازم ندربه من الصفر، وكمان توافقه مع الجنك بتاعه يعتبر ممتاز. لكن التوافق ده بقى غير مستمر، هو لازم يتدرب على الجنك بتاعه اكتر علشان يعرف يستخدمه بسلاسة. جين بقى بيقول لها ماشي تمام، انا هروح دلوقتي عشان اقابل الرئيس. جين بيعرف رود بقى ان في اكتر من 100 عامل نظافة، لكن هم في اماكن مختلفة بناء عن المناطق اللي فيها وحوش علشان يتخلصوا منهم، وعلشان كده من النادر يجتمعوا في المقر. انت هتقابلهم في يوم من الايام فمتخافش يعني. بس طبعا في شوية موجودين منهم هنا، وبيفتح الباب في وقتها، لكن يا ريته ما فتحه يا صديقي. العيال بيكون شكلها مرعب حرفيا. جين بيتصدم في الوقت ده وبيقفل عليهم الباب تاني، بيقول لرود التجمع ده بشع، هبقى اعرفك عليهم في وقت تاني. وبنروح في الوقت ده عند غرفة الزعيم. رود بيقول انا هسأله ازاي يطلع للاعلى، لكن جيم بيقول له هتعمل كده، انا قلت لك ان المعلومات اللي انت عايزها ثمينة جدا والحصول عليها مش بالسهولة دي يعني. وكمان عايز اعرفك حاجة، ما تسألش الزعيم عن الجنك بتاعه، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الجنك الخاص بيه وما نعرفش قدرته كمان. لكن وبعد كل ده عملاء النظافة بيحترموا الزعيم جدا، لان قوتنا الحقيقية بتكون بسبب ولائنا للزعيم. رود بيفهم الكلام، وجين في الوقت ده بيقوم فاتح الباب، ولكن الصدمة الكرسي بيكون فاضي، والعيال بتتصدم حرفيا. وبتيجي تاميو في الوقت ده وبتقول لهم ان الزعيم مش موجود وهو راح رحلة وهيرجع بعد كام يوم كده. فبيقوم جين معتذر لرود وبيسألها بعدها عن الوقت اللي هيرجع فيه، لكن هي بتقول له معرفش، هو اكيد هيقعد وقت طويل. ريو في الوقت ده بتظهر في المكان وبتقول له ايه رايك تراقبنا واحنا بنقتل في الوحوش، فانت مش هتكون عامل نظافة غير لما تقابل الزعيم، وعلشان كده لازم تتدرب في الوقت الحالي. اما بقى بالنسبة لي فانا عايز اعرف الكتير عنك. اوبا دي شكلها كده هتولع يا جدعان. وفي الوقت ده العيال بتطلع بره، وريو بتقول له انا عايزك تراقب في عمال النظافة بكل تركيز، والواد بيقول لها تمام ماشي. وبنرجع للداخل تاني وبنشوف جين ورود واقفين امام احدى الخرايط. تاميو بتقول له انا هشرح الوضع اللي وصل لي دلوقتي، وبالفعل بنعرف ان الطلب ده من سكان القرية القريبة من المنطقة المحظورة. بيقولوا ان في وحوش صغيرة بتقرب من الحاجز، واحنا بقى محتاجين عمال نظافة عشان ينضفوا المكان. طبعا رودو بقى واقف مش فاهم اي حاجة، وبيقول يعني ايه المنطقة الملوثة. تاميو بتتصدم وبتقول للجين انت معرفتوش ولا ايه؟ فهو بيقول لها انا عرفته بس بطريقة تانية، انا فهمته ان هي اسمها مكب النفايات. البت بتنادى على رود وبتقول له فكك من الواد اللهبل ده، انا هشرح لك دلوقتي بعد المصطلحات اللي لازم تفهمها. بتعرفوا ان في منطقة بتعيش فيها البشر، ودي بقى اسمها المنطقة الآمنة. اما بقى بالمناطق اللي فيها زبالة فدي بقى بيكون اسمها المنطقة الملوثة، وهي دي بقى يا صديقي اللي بيعيش فيها الوحوش الزائفة. والمنطقة بقى اللي انت وقعت فيها دي بقى اخطر من المنطقة الملوثة، ودي بقى بتسمى بالمنطقة المحظورة او الممنوعة يعني. ولحد دلوقتي تم تحديد 6 مناطق محظورة بيموت فيها اي شخص عادي بمجرد الدخول فيها، بس ده حتى عمال النظافة ما يقدروش يتعاملوا مع الوحوش اللي هناك يعني. وبكل بساطة تعتبر معجزة ان جين لقاك. لكن هي بعدها بتسأل جين وبتقوله انت كنت بتعمل ايه في المنطقة المحظورة؟ فالواد بيقولها ما كنتش بعمل حاجة، كنت بتمشى هناك مش اكتر. وهي بقى بتقوله تمام. وطبعا عشان تخش المنطقة المحظورة لازم تلبس قناع علشان هناك بيكون في امراض خطيرة، وكمان الهواء بيكون ملوث، واي حد لو ملبسش القناع هيموت في خلال 15 دقيقة. وروب بيسأل نفسه هو قاعد قد ايه يتنفس
بيتنفس هناك. وبتنتهي البينا بقى الاحداث وبنشوف رودو داخل المنطقة الملوثة، وبيقول بالنظر ليها مرة تانية فهي مليانة بالزبالة. انا لما كنت في الاعلى كنت بسأل نفسي عن حال الهوية، وطبعا ما كنتش متخيل ان في حد عايش هنا اساسا. ولكن لحظة، هو مفيش حد في الاعلى عارف اللي بيحصل هنا ولا ايه؟ ولا هم عارفين وبيرموا الزبالة على الناس اللي موجودة هنا عادي؟ وبيفكر بعدها في الكمامة وبيقول هي كنزة حرفيا. لكن هو بيلاحظ عمال قدامه وبيسأل ري على الناس دول، وبيقول لهم مين بالظبط. فبتقول ان هم عمال نظافة بس من الفئة الداعمة. صح هم ما عندهمش جينكي، لكن بيفيدونا في المعركة بشكل كبير جدا. وبيجي احد الاشخاص عند رود وبيسلم عليه. الواد مش فاهم اي حاجة، وبيلاقي ايده في الوقت ده بتتكسر حرفيا، وكل ده عشان سلم على واحد منهم بس. ريو بتعرفه ان هم اقوياء جدا لدرجة ان هو يقدر يدمر وحش من فئة الدرع. رود بيقول مع القوة دي كلها انا اكيد هكون في امان. رود بيكلم نفسه وبيقول انا هستمر معاهم على اي حال مهما كان الموضوع صعب، انا هعمل المستحيل. وفي شخص من العمال بينادي على جين وبيعرفه ان في واحد من الوحوش الزائفة ظهرت، وبالفعل الوحوش بتخرج من مكانها. ورود مصدوم مش مصدق ايه الكمية دي، انا عمري ما شفت عدد كبير قوي كده، احنا مستحيل نقدر عليهم بكل سهولة. لكن ريو بتعرفه ان النوع ده بطيء وضعيف في نفس الوقت، وبتقول له حاول تبص عليهم هتلاقيهم بينتحوا رؤوسهم في الجدار. لا وفوق كل ده مش بيحسوا بحاجة. رود بيقول فعلا هي بتختلف عن الوحوش اللي انا قابلتها قبل كده. ريو بتقول له انت الشخص المناسب عشان تخلص عليهم، انت محظوظ جدا يا رود. والواد بيقول لها تمام. ولكن احدى الوحوش بيلاحظهم وبينادي على اصحابه، وبيظهر عدد كبير جدا وبيهجم عليهم. ورود في الوقت ده بيعلي صوته وبيقول لها انا بسحب كلامي. ريو كانت واقفه زي ما هي وما بتعملش اي حاجه، وبتقول له ما تخافش يا عم، صح ده مش مؤشر خير علشان الوحوش دي اقوى من السابقين. اطلب التعزيزات دلوقتي حالا. وبتعرف رود ان النوع ده يعتبر قوي لكن هو مناسب جدا لتدريب المبتدئين، ودول كمان اخر شويه متبقيين من القطيع اللي ظهر منهم. لو قدرت تقتلهم كلهم فاحنا هنروح بدري النهارده، احنا عايزين نعمل حفله ترحيب بيك يعني. ولكن الواد بيقول انا لسه ما انضمتش بشكل رسمي، وبتقول له خلاص يا عم هنرحب بيك بسبب ان انت نزلت العالم السفلي. والرودو بيكون مصدوم حرفيا، هي ايه الهدوء اللي البت فيه ده؟ البنت بتقول له لو انت عايز تبقى عامل نظافه فلازم ما تشغلش بالك باي حاجه. والواد بيقول لها تمام. والواد بيقول في عقله ايوه ده حتى جين كمان بيريح باله، وهي دي الحاجه الوحيده اللي ناقصاني، ولازم ان انا اريح بالي على قد ما اقدر. ولكن فجاه بيظهر وحش من العدم وبيدمر كل حاجه، والوحش ده حرفيا حجمه عملاق وشكلها كده هتولع دلوقتي. رود بيتجمد في مكانه والبنت بتقول هائل، انا ما شفتش وحش بالحجم ده قبل كده. وبتبدا ان هي تتقدم للامام وهي بتسحب حاجه من شنطتها، وبيتكلم رود انا متهيالي مش هتقدر على الخصم ده، لكن كل ما يكون الخصم قوي ده بيخلينا اتحمس جدا. ورود لحد دلوقتي واقف مصدوم. وريو في الوقت ده بيطلع مقص من جيبها وبتقول قبل ما اخلص على اكبر واحد فيهم انا لازم اخلص على الصغيرين الاول. وبترمي المقص بتاعها للاعلى وبيبدا يتضخم يا صديقي. والبنت بعدها بتطير في الجو وبتمسك المقص برجليها وبتقول حان دلوقتي وقت التنظيف. وبتتحرك بعدها بسرعه مرعبه وبتخلص في الوحوش واحد ورا التاني. والعب العب يا معلم علشان شكلها كده هتولع نار. البنت عندها قوه اسطوريه محدش عارف يقف قصادها، وبتقطع في رؤوسهم بكل سهوله وعامله شغل فاخر من الاخر. رود عمال يتفرج عليها ومذهول بمعنى الكلمه، بيقول هو ايه اللي حصل؟ هي عملت ايه دلوقتي؟ كل اللي شفته ان هي بتلوح بالمقص بتاعها بس الوحوش بتتقطع بشكل فوري. لكن الواد ده بيعرفه ان الجنك بتاعها هو المقص، صح ان هو المفروض تستخدمه بايديها لكن ريو بتستخدمه بكل بساطه كسلاح فتاك. وبنعرف ان كل واحد عنده طريقته الخاصه في استخدام الاشياء. وبالمناسبه يا رود ما تقفش مكانك كده عشان انت متراهب. وبيظهر واحد من الوحوش ورا رودو بالظبط يا صديقي، والواد مش عارف هيعمل ايه وشكلها كده دي النهاية. لكن فجأة الواد اللي جنبه بيهجم على الوحش وبيرزعه في الارض وبيمسكه بعدها بكامل قوته وبان عليه كده يعمل عظمة دلوقتي. الواد بينادي على ريو بأعلى صوته وبيرمي لها الوحش. البنت بتلاحظه فعلا وبتقول له تمام تمام، بتجمع كل قوتها وبتفشخ الوحش نصين وبتقول له ارمي لي كمان وكمان من الوحوش دي. والعيال بيبداوا ينفذوا فعلا وبيرموا لها الوحوش عشان الاشخاص دي ما عندهمش جينكي فهم ما بيعرفوش يهزموا الوحوش الشاذة، لكنهم بيضعفوهم وصاحب الجينكي بيخلص عليهم. وهي دي بقى الطريقة اللي بيقتل بيها عمال النظافة.
وريا خلاص بتكون خلصت على كل الوحوش اللي في المكان، لكن العملاق في الوقت ده بيهجم عليها، لكن هي بتقدر توقفه فعلا. لكن في الوقت ده بيكون في وحش بيهجم على واحد، لكن هو بيقع على الارض فجأة، وشكل الوحش كده هيخلص عليه. بس تفتكر ان هو يحصل له حاجة ورود موجود؟ لا والله، رود بيجري بكامل قوته وبيصد الضربة. بيقول انا انضميت لعمال النظافة عشان المعلومات، فمستحيل ان انا اكون عقبة في طريقهم. وبيفعل الشنكي بتاعه في الوقت ده والطاقة بتنتشر في كل مكان. اوبا بابا، دي شكلها كده هتولع يا جدعان. الواد مصدوم مش عارف هو ازاي يستخدم القوة دي. وفي الوقت ده الوحش بيبص له بنظرة مرعبة، لكن بتيجي ريه وبتخلص عليه وبتقول له انا مش مصدق انك انقذت الشخص، احسنت يا رودو. والواد بعدها بينادي عليهم وبيشكرهم على المساعدة. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ارجو انك تكون استمتعت بالفيديو ده يا صديقي، فلو استمتعت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.